تدخلش الموضوع في البرفكشنزم، ما تدخلوش في ان انا لازم ابقى بيرفكت. البيرفكت ده هيوديك في داهيه، هيتعبك نفسيا، هيخليك ما تعملش الحاجه. لسه عامل ببلش للفيديو الجديد، كنت بتكلم فيه عن البرفكشنزم والمثاليه. حاسس ان انا لو اتكلمت في فيديوهين ورا بعض عن المثاليه الموضوع كده هيبقى تو ماتش، بس اكشلي واي نوت. يعني عارف انت لو هو يا اسطى في ستاندرد زي ما انا قلت والله في الفيديو اللي فات، اللي هو لازم تشوفه، لازم ترجع تشوفه قبل ده. لو مش عايز والله عادي، هو مش مترتب عليه، انا حبيت اقولها كده خلاص، اللي هو ممكن ترجع تشوف كده يعني. المهم ما فيش ستاندرد للحاجه اللي انت ممكن تعملها. لو انت خرجت عن الرولز ايه اللي هيحصل؟ دي حاجه انا كده بدات افكر فيها مؤخرا. لو انت خرجت عن الرولز ايه اللي هيحصل؟ يعني انا مثلا كنت بفكر جامد قوي في الالجوريثم. طب ما انا لما فكرت جامد في الالجوريثم ما بقتش افكر في الحاجات اللي تخصني انا، ما بقتش افكر في نفسي انا، ما بقتش افكر في الكرياتيفيتي اللي هي الفيول بتاعي، اللي هو البنزين بتاعي. بقيت افكر في اللوغاريتميات والمش عارف ايه والالجوريثم واليوتيوب وازاي الفيديو يطلع فوق وينزل تحت، حاجات مش في ايدي، حاجات انا ما اقدرش اتحكم فيها. ممكن اتعامل معاها بطريقه سمارت شويه، بحيث ان انا اعمل فيديو بكاتشي في الاول ويخضك وياخدك ويوعى، بس يعني مش دي الحاجه اللي انا حاسسها دلوقتي، ان انا عايز اخضك واخدك وكاتش الاتنشن بتاعك. مش ده اللي انا حاسه. لو حبيت اعمل حاجه زي كده اتمنى ان هي تكون من حب، يعني اتمنى ان انا لما اعمل حاجات كاتشي وحاجات كرييتيف وحاجات جامده، اتمنى ان الحاجات دي تكون عن اقتناع، مش علشان المفروض تعمل كده. انا عارف ان انا المفروض اخد الاتنشن بتاعك علشان تعرف تتفرج على الفيديو، لكن لو الموضوع ده بقى هدفي بس في اليوتيوب ان انا اخد الاتنشن بتاعك، فانا ما كسبتش حاجه. لو انا باخد الاتنشن بتاعك علشان تسمع النصيحه بتاعتي بدل ما اقولها لك بطريقه بورينج علشان عايز اثر فيك، فده كويس. مش ان انا اخد الاتنشن بتاعك علشان خدت الاتنشن بتاعك وجبت الفيو بتاعك. طب الفيو ده بقى عمل لي ايه؟ ما عمليش اي حاجه، هو مجرد رقم. ممكن افرح لما الاقي الارقام بتعلى وبتكبر، بس في الواقع يعني دي مش حاجه مش حاجه هتظبطني انا نفسيا، مش حاجه مش هتخليني انا فرحان يعني. بقالي كتير قوي ما عملتش فلوجات، بقالي كتير فعلا ما عملتش فلوجات. واخر مره عملت فيها فلوجات من سنتين، عملت فلوج كده، فلوج للمكتبه بتاعتي وانا كنت في تركيا. يعني بكلمك دلوقتي من وانا في دبي. يعني الفلوج ده موجود فين؟ عشان في ناس كتير جدا فاكره ان انا في مصر، وبيقولوا بقى يا اسطى هو انت فين يا اسطى؟ من فين عايزين نشوفك في المنيا، انا جنبك في الدقهليه، انا اخوك من الاسكندريه كده. يعني يا اسطى انا مش هناك، انا كان نفسي اكون هناك والله، بس انا مش هناك. بس